الساحر فيليبي كوتينيو ملك الإيرتو من مواليد 1992 في مدينة رايو دي جانيرو البرازيلية. إليكم قصة فيليبي كوتينيو الأسطورية، من لاعب يلعب في الدرجة الثانية من الدوري البرازيلي إلى أسطورة وأفضل مسدد للكرات. بدأ فيليبي كوتينيو مسيرته الكروية مع نادي فاسكو دي جاما البرازيلي اللي كان بيعاني في الدرجة الثانية من الدوري البرازيلي. نادي انتر ميلان الإيطالي في ذاك الوقت كان بيعاني بنقص في المواهب، وأرسلت إدارة النادي بعض الكشافة إلى البرازيل لجلب بعض المواهب، وفيليبي كوتينيو كان أحد تلك المواهب. قام نادي انتر ميلان بدفع لفاسكو دي جاما 4 ملايين يورو من أجل كوتينيو. فيليبي كوتينيو الآن لاعب لإنتر ميلان، ولكن بما أن اللاعب عمره أقل من 18 سنة والدوري الإيطالي لا يسمح للاعبين الأجانب الأقل من 18 سنة باللعب، قام نادي إنتر ميلان بإعارة فيليبي كوتينيو لفاسكو دي جاما مجددا حتى يكمل سن 18. لعب فيليبي كوتينيو لفاسكو دي جاما من فترة 2008 إلى 2010، أي موسمين، سجل فيها 4 أهداف في 36 مباراة، وكان له دور مهم في صعود فريق فاسكو دي جاما إلى القسم الأول من الدوري البرازيلي. وأخيرا فيليبي كوتينيو يكمل 18 سنة، وحان وقت نشر السحر في أوروبا والدوري الإيطالي مع إنتر ميلان. ولكن الكارثة أن إنتر ميلان في سنة 2010 كان بيتواجد لديها نجم في كل مكان، وفيليبي كوتينيو قد لا يستطيع اللعب معهم، وقد لا يسجل مكانه في التشكيلة الأساسية أو حتى في الاحتياط. يا ترى هل سينجح فيليبي كوتينيو مع إنتر ميلان أم لا؟ حط لايك واشتراك وانتظر الجزء الثاني بعد قليل يا عالمي.